احترامك لنفسك مش رفاهية، ده الأساس اللي عليه بتتبني حياتك كلها. وعشان كده جمعتلكوا 15 نصيحة، لو طبقتيهم هتلاقي نفسك واقفة أقوى وأجمل وأكتر ثقة. أهلا بيكم في قناة بديفا، القناة اللي بتدعم كل ست إنها تكتشف قوتها وتعيش حياتها بشكل يليق بيها وبكرامتها. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، حاجة من غيرها أي نجاح أو جمال أو علاقة ملهاش معنى: احترامك لنفسك. اول نصيحة معانا: ما تجريش ورا حد مش بيدور عليك. اللي عايزك هيدور عليك، واللي بيحب وجودك مش هيغيب. لو لقيتي نفسك بتجري وقفي واسألي هو فين الجري ده هياخدني. الحقيقة ان قيمتك مش في وجودك عند حد، قيمتك في انك تعرفي انك مش محتاجة تلحقي حد. النصيحة التانية: ما تعيشيش في دور المحتاجة لاهتمام الناس. لما تعيشي مستنية كلمة أو نظرة من حد كأنك بتسلمي مفتاح سعادتك لغيرك. واللي بيحبك بجد مش هيخليك تحسي إنك محتاجة تطلبي الاهتمام، هو هيقدمه بنفسه. النصيحة التالتة: خلي كلامك قليل وموزون. أوقات الصمت بيبقى أبلغ من 1000 كلمة. لما كلامك يكون مختصر وصادق بيتسمع أكتر وبيسيب أثر أعمق. النصيحة الرابعة: لو حد قلل منك واجهيه وما تسكتيش. السكوت مش دايما حكمة، في أوقات بيبقى استسلام. كلمة حق في وقتها بتحافظ على كرامتك قبل أي حاجة. خامس نصيحة وهي: خلي الأخذ والعطاء في حياتك متوازن. العلاقات الصحية زي الميزان، لو انت اللي دايما بتدي من غير ما تاخدي هتتعبي. سادس نصيحة معانا النهاردة وهي: قللي وجودك عند اللي مش مقدر وجودك. الغياب ساعات بيقول اللي الحضور مش قادر يقوله. لما تختفي من حياة حد مش مقدرك هو اللي هيفكر ويفوق. سابع نصيحة وهي: استثمري في نفسك، علمي نفسك حاجة جديدة، اهتمي بجسمك وصحتك، دلعي روحك. لان سعادتك لما تكون جاية من جواكي عمرك ما هتبقي رهينة لحد. النصيحة التامنة: سيبي القيل والقال للناس الفاضية. اللي عنده حياة مليانة وليها معنى مش فاضي يتكلم عن الناس. ركزي على حياتك انتي لانك اهم مشروع عندك. النصيحة التاسعة: فكري قبل ما تتكلمي. كلمة بتخرج زي السهم وما بترجعش تاني. خدي ثانية واحدة بس قبل اي رد، هتوفري على نفسك حاجات كتير. عاشر نصيحة معانا: اهتمي بمظهرك وشكلك بس لنفسك. بصي في المراية كل يوم واسألي أنا راضية عن نفسي النهاردة؟ رضاكي عن نفسك هو اللي هيديك القوة مش رأي الناس. النصيحة ال11: احترمي وقتك. وقتك هو عمرك، عمرك اللي بيتحسب بالدقيقة. ما تضيعيش حياتك في انتظار أو في أشياء مش بتضيفلك. النصيحة التانية، النصيحة ال12: أي علاقة ما فيهاش احترام وتقدير سيبيها. العلاقة اللي تهد كرامتك مش علاقة، ده عبء، والعمر أقصر من إنك تضيعيه في علاقة ناقصة. النصيحة ال13 النهاردة: الصرف على نفسك مش رفاهية، ده أساس. اللبس الحلو، الكرسي اللي نفسك فيه، الخروجة اللي بتفرحك، كل دي استثمارات في روحك. النصيحة ال14: ما تروحيش مكان غير لو معزومة، ولو رحتي مكان اتعزمتي فيه لازم تسيبي أثر جميل. الخفة في الحضور بتخلي الناس يفتكروكي بالخير ويستنوا يشوفوكي تاني. النصيحة ال15 والأخيرة: خلي كرامتك واحترامك لنفسك خط أحمر. اللي يحاول يعديه ببساطة ما يستاهلش يكون حواليك. وفي الآخر عايزة أقولك: كل مرة بتحافظي على احترامك لنفسك انت مش بس بتحمي نفسك، انت كمان بتعلمي الناس ازاي يتعاملوا معاكي. اختاري نفسك واعملي اللي يليق بيكي. ولو الفيديو ده لمس قلبك اعملي لايك وشاركيه مع اي ست محتاجة تسمع الكلام ده، واشتركي في قناة بديفا عشان نكمل الرحلة مع بعض.